مساء الخير. أنا المرشدة السياحية، والنهاردة قصة فيلم نادر جدا. فيلمنا النهاردة الفيلم النادر عز الطلب. تاريخ العرض 21 أكتوبر 1937. مدة عرض الفيلم 100 دقيقة. عمر الفيلم 87 سنة، والفيلم من مفقودات السينما المصرية. إخراج وتأليف إبراهيم لاما. أما عن طاقم العمل، فهو من بطولة بدر لاما، سامي نعسان، محمد العراقي. أما عن قصة الفيلم فبتدور الأحداث حوالين بنت محتاجة تتجوز فتى أحلامها اللي يحقق لها كل طلباتها وأمنياتها. طلب منها مهندس إنه يتجوزها، ولكن هي رفضت وقالت له إن أنت مش الشخص المناسب اللي ينفع أكمل معاك حياتي، وإن أنت إمكانياتك قليلة جدا فوق طموحاتي، وإن أنت موظف بسيط في شركة معينة مش هتحقق لي كل اللي أنا عايزاه. كل ده كان من خلال التليفون. في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه في 1937 تقريبا، الأفلام اللي كانت بتتعمل في الفترة دي ما كانش عندهم إدراك، أو الناس ما كانش عندها إدراك بفكرة التجسس على التليفونات. كان الموضوع غريب. شخص سمع المكالمة وحب يعمل فيها عز الطلب، يجيب لها طلبها. الشخص ده مين؟ ده عامل تليفونات، كان في الوقت ده بيصلح التليفون، وقرر ان هو يمثل عليها. راح لها وفهمها انه رجل غني جدا وشاب ثري جدا وعنده شركة واسمه فريد بيك. طب يا عم فريد، انت معاك حاجات كتير. انا معايا فيلا وعربية وفلوس في البنك وحالتي المادية كويسة وبحبك ومعجب بيكي وشفتك من زمان وكل الحكاية دي. وبالفعل وافقت من أول كلمة معاه، من غير حب ومن غير أي مشاعر، وفعلا اتجوزته وعاشوا مع بعض في شقة صغيرة. ومن هنا بدأت الأحداث تتغير. فين الفيلا؟ أصلي اتحجز عليها. طيب فين العربية؟ أصل اتحجز عليها برضو. طب ازاي اتحجز عليهم؟ بدأ يعمل لها قصة وهمية كبيرة جدا، علشان لو خلاص انتي ارضي بالامر الواقع. فضلت يوم مستحملة، التاني التالت ما استحملتش، عايزة تفهم اللي حصل. فقرر يعترف لها بالحقيقة كلها، انه عامل تليفونات، وانه اتجسس على المكالمة بتاعتها، وان هو بيحبها او حب يكسر عينها بمنظور الحب، وقرر ان هو يتجوزها علشان يثبت لها ان الناس مش بالمظاهر، و... وان هي حبيته بس عشان الفلوس، وان مظهره بس هو اللي خلاها ترضى بيه، وان منظوره هو ان الناس مش بالمظاهر كده، وان منظورها هي الناس بالمظاهر صدق. بالفعل
هي كانت في حالة لا وعي ولا إدراك. قررت إنها تتطلق منه وترجع للمهندس، وأول ما رمى عليها يمين الطلاق ورجعت للمهندس، المهندس رفضها ويقرر إن هو يسيبها ويكسرها بخطبته لبنت رئيسه في الشركة ويتجوزها، وصاحب الشركة يخليه عايش معاه في الفيلا وتبقى حياته مختلفة تماما. ومن هنا نفهم ان الناس مش بالمظاهر، وليس بالمنظور الاخر الناس بالمظاهر، لان البني ادم مهما عمل هو تراب، لو كان كده او كده فكلنا تراب وعظم في قف. شكرا.